أول ما وصلت قدام الكعبة شافت اللي مفيش بني آدم طبيعي ممكن يشوفه، ولمت الحرم كله حواليها بسبب صراخها اللي هز المكان. ولولا الشاب المصري اللي ساعدها كان زمانها ميتة. ايه حكاية البنت دي؟ وازاي كانت شايفة عشيرة كاملة من الجن وهي بتعمل عمرة؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. فيديو قلب السوشيال ميديا. بنت في العشرينات من عمرها وصلت السعودية عشان تعمل عمرة، لكن أول ما شافت الكعبة حصل اللي محدش كان ممكن يتخيله. بدأت تصرخ وتعيط بشكل هستيري، وكل ما تقرب من الكعبة وكأن في حاجة بتزقها بعيد عنها، والتشنجات في كل حتة في جسمها وكأنها بتتكهرب. مشهد كان مرعب وغريب أول مرة يحصل، عشان كده الناس كلها اتلمت عليها وحاولوا يهدوها ويشدوها بعيد. وكان معاها واحدة باين عليها انها عارفة اللي فيها، عمالة تطبطب عليها وتقول لها خلاص هنمشي من هنا، لحد ما ظهر شاب مصري هو الوحيد اللي عارف يسكتها. وده بعد ما فضل يقرأ قرآن على مية بصوت عالي ويمسح بيها على راسها، والبنت بيطلع منها أصوات زي أصوات الرجالة. وأول ما اللي حواليها سمعوا بعدوا عنها، لكن هو الوحيد اللي فضل ثابت جنبها وبيقرأ القرآن ومكمل. الفيديو عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والكل كان عايز يعرف مين دي وإيه اللي بيحصل معاها، لحد ما طلع واحد من الشيوخ يحكي حكايتها وقال إنها بنت مغربية بتعاني من سنين من المس، واللهم احفظنا من الكائنات والمخلوقات التانية، بتشوفهم ليل نهار ومش سايبينها في حالها، وبقالها سنين بتلف على شيوخ، بس كل ده بيطلع في الآخر ملهوش لازمة. عشان كده أهلها قرروا ياخدوها تطلع تعمل عمرة، وقالوا أكيد في بيت ربنا مش هيحصل حاجة، ولعل وعسى العمرة تخففها. لكن الوضع ازداد سوءا زي ما شفتوا أول ما شافت الكعبة. بس الناس كانت مبسوطة من حاجتين: الأولى هو الشاب المصري اللي مرضيش يسيبها غير لما يتأكد إنها كويسة، والتانية إنهم كانوا شايفين إن حكايتها لما انتشرت إن دي بشرة خير، الناس تدعي لها لعل وعسى ربنا يتقبل ويشيل عنها. ورغم ان كل الحكايات دي واردة وبنسمع عنها من قديم الازل، لكن في ناس برضو كانت مكدبة الموضوع وبتقول ان اللي البنت بتعمله مش جن ولا حاجة، ومفيش حد هيبقى في بيت ربنا ويحصل معاه كده. ممكن اللي حصل معاها يكون من رهبة الموقف وانها في مكان جميل زي ده، بس تشنجاتها بتقول عكس كده، وده اللي خلى السوشيال ميديا تدافع عنها وتدعي ربنا يعفو عنها.